السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا ما كنتش هنزل فيديو النهارده عشان انتوا عارفين ان يارا تعبانه وبتاخد جلسات نفس وكده. بس بجد انا حبيت انزل الفيديو ده عشان اشكركم، وبجد انتوا ونعم الاخوات والصحاب على دعواتكم وعلى سؤالكم على يارا. انا عايزه اقول لكم ان شاء الله ان شاء الله ربنا يطمنا عليها، عشان احنا داخلين حرفيا في 4 ايام مش بننام. مجرد ما ربنا ياخد بايديها على طول هرد على الكومنتات، مش هعمل اي حاجة غير ان ارد على الكومنتات، لان ده اقل واجب على ذوقكم ودعواتكم. بجد ربنا يبارك لي فيكم ويحفظكم ليا يا احلى اخوات في الدنيا. اهو الحمد لله الحمد لله، طبعا احنا احسن من غيرنا بكتير، والحمد لله دائما وابدا. يعني ربنا يشفي بنتي ويشفي اولادكم ويشفي جميع اولادنا في كل مكان يا رب، ويحفظ اخواتنا في غزة وينصرهم ويقويهم. زي ما انتم شايفين كده، انا حبيت ان انا اعمل اكلة اول مرة في حياتي اعملها، وفرحانة بيها بشكل، يعني ربنا يجعل نصيب لاهل الاكلة دي من الدعوات اللي انا دعيتها لهم، وخليت كمان البنات وزوجي ناكل وندعي لهم. الاكله دي اسمها مسخن فلسطيني. طبعا انتوا عارفين الجو في اسكندريه اللي في نوة كده ليها 3 ايام، والجو ساقع وشتاء. عايزه اقول لكم انا خلاص هعتمد الاكله دي من جمالها. الاكله دي في حته تانية، عارفين السهل الممتنع يعني، فخمه قوي قوي قوي. الناس اللي بتحب البصل وتحب الاكل اللي هو ايه كده اللي بيدفي. اول حاجه جبناها كيلو بصل يا جماعه ايوه كيلو بصل، ما تتخضوش. كيلو بصل ابيض بقطعه كده وسط، ولا ناعم ولا مقطعه كبير، يعني وسط، وبديله رشه ملح. سامحوني اخواتنا الفلسطينيين، ربنا يا رب ينصركم ويعينكم ويقويكم، عشان انا ايه بقى جودت شويه في الوصفه. بس احنا اخوات، كلنا اخوات بقى، وكلنا عرب، فسامحوني على الموضوع ده. المسخن بيتعمل بزيت زيتون. انا مش بستحمل زيت الزيتون، مش عارفه يعني انا فيا حاجه غلط. طبعا هما بيعملوه بزيت زيتون، فانا مش بستحمل طعم زيت الزيتون. بحس ان هو قوي جدا على معدتي. فانا حطيت شويه زيت ذرة عادي، ومعلقه سمنه بلدي. تمام، بس هي الوصفه الاصلي بصل مع زيت زيتون يا جماعه. تمام. وهنا كان عندي، شفت فيديو المشتريات، مش بقول لكم انا بجيب وراك واقسم الورك على 2. دي فخات الوراك. تمام. ممكن بقى تعمليها بفرخة صحيحة ومقطعة مكعبات، ممكن وراك سليمة دبابيس، المتاح والموجود عندك. بجيب الفخات دي انا غسلتها، وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر، وحطيت عليها بصلايه كده مقطعاها صغير، و اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، كل يصلي على النبي. وحطيت عليها معلقه كبيره من السماق. يبقى بصل محطوط عليه ورق لورو وحبهان وملح وفلفل اسمر، ومعلقه كبيره من السماق وشويه زيت. طبعا هم كل الوصفه دي بيعملوها بزيت زيتون وبكميه كبيره. انا غسلت الفراخ ونقعتها وصفيتها كويس قوي، وبعدين حطيت عليها ملح وفلفل اسمر، ورق لورو، حبهان، عود قرفه صغير جدا، مش عود، ده طرف كده من عود القرفه صغير جدا، ورق لورو وحبهان وزيت، ومعلقه كبيره من السماق. وقلبتهم كويس جدا مع بعض، وحطيت عليهم كوبايه ميه كبيره، وبعدين ورق زبده، وبعدين هحط ورق ألمونيوم، وهدخلهم الفرن لحد لما يستوي. طبعا فكوكم من ورق الزبده وورق الفويل والكلام ده كله. انا لو ما فيش تصوير يا جماعه، شايفين الصينيه الالومنيوم دي، هشوف اي غطا ألمونيوم بتاع حله على مقاسها، واحطه عليها وادخله الفرن عادي. يعني مش لازم ورق زبده وورق ألمونيوم لو انتي مش متاح عندك. طبعا هنا البصل لازم يتكرمل كده ويدوب على الهادي ويزبط. انا حطيت رشه ملح في الاول عشان ينزل الميه بتاعته ويزبد معايا ويتكرمل. طبعا بقلبه زي ما انتم شايفين كده، مش بروح اي حتة لحد لما ياخد لون ذهبي جميل معايا. وبعدين بنزل بمعلقة كبيرة قوي من السماق، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر وملح. هي يعتبر توابلها ملح فلفل اسمر سماق، والسماق هو اللي بيتحط بكمية كبيرة قوي. وبصل وفراخ وعيش، بس بثلاث مكونات بس هتعملي صنف في حتة تانية.
بجد ملهوش حل. بصوا بقى، هما الخبز اللي بيستخدموه خبز الطابون، فانا كنا عاملين انا وحماتي عيش مرحرح ربنا يديها الصحه، فادتني كام رغيف فعملته بدل ايه خبز الطابون. زي ما قلت لكم الوحده العربيه واحنا اخوات يا جماعه، فاخواتنا الفلسطينيين يسامحوني، بس بجد الوصفه والعيش كان في حته تانية. عايزه اقول لكم الصوص اللي كان في الفراخ ده، تمام، انا جيت وبدات ان انا اشرب بيه العيش، كل رغيف بشربه كده بشويه، وبعدين بحط طبقه من البصل المكرمل. طبعا انا بحط شوربه لان العيش بتاعي سميك، لكن انتي لو جبتي عيش زي العيش اللبناني او عيش اخف من ده في السمك، طبعا لو حطيت له شوربه كتير هيعجن منك. فانا عشان العيش كان ما شاء الله كبير ومليان كده، فايه استحمل معايا ايه الشوربه، فسقيته بالصوص او الشوربه المركزه اللي كانت مع الفراخ، وحطيت كمان شويه البصل اللي كانوا مع الفراخ، وما بين كل طبقه وطبقه طبعا حطيت طبقه بصل كده ناعمه من البصل اللي احنا ايه كرملناه، وبحط الباقي من فوق زي ما انتم شايفين كده، وبدخله تحت الشوايه بحيث ان هو ياخد لون وبيتقدم. طبعا هما بيحطوا له لوز لوز وصنوبر تقريبا، بس انا ما عنديش لا لوز ولا صنوبر طبعا. هو على كده كان تحت الشوايه، والله العظيم الاكله الناس اللي ليها في البصل عارفين زي طعم الرقاق بس احلى. الرقاق البلدي اللي احنا بنعمله في العيد الكبير اللي بنحشيه لحمه مفرومه، زي طعمه احلى حرفيا، تاكلي وتعيطي من فرط اللذة بجد. ربنا يحمي اهل فلسطين وينصرهم ويقويهم بجد، شابو يعني، ربنا يعزكم وينصركم. اكله ورا العقل، انا اعتمدتها خلاص في الشتاء، حاجة حلوة كده وتدفي ملهاش حل، رهيبة، والفراخ دايبة وزبدة ومستوية حلوة جدا، خطيرة خطيرة خطيرة. يعني هو عيش وشوية بصل وفراخ بس يا جماعة في حتة تانية. وعلى فكرة انا كترت زيت وحطيت معلقة سمنة، وما كانتش حامية على الصدر او تعبت القولون مثلا او المعدة، بالعكس كانت دسمة وتقيلة بس في نفس الوقت حلوة وجميلة جدا. طبعا هي الوصفة الأصلية يا جماعة، غير كده لا، ده بيتحط لها بتتعمل بزيت زيتون صافي وعيش غير العيش ده، بس زي ما قلت احنا اخوات في قلب بعضينا، بس بجد رهيب. على فكرة يا جماعة الناس اللي كانت بتسأل على صفحة الفيس بتاعة منى ستور، هي كان عندها صفحة كبيرة واتقفلت، هي عملت صفحة جديدة هحطها لكم في اول كومنت مثبت. بمناسبة الصفحة الجديدة بتاعة الفيس بتاعة منى ستور، هي عاملة لكم عروض وخصومات روعة روعة روعة. حاجات بتبدأ من جنيه، ايوه في حاجات بتبدأ من جنيه و10 جنيه. بصوا مظبطاكم ومدلعكم بشوية حاجات وخصومات عشان الصفحة الجديدة ملهاش حل. استفادوا بالعروض، حاجات حلوة جدا 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 وبأسعار ببلاش. يعني هسيب لكم الرابط بتاع صفحة الفيس في اول كومنت مثبت، اعملوا فولو وادخلوا واستفادوا من العروض اللي هي عاملاها بسبب صفحة الفيس. وللناس اللي كانت بتسأل هي عندها صفحة فيس ولا لا، هي عملت برضو، ادخلوا على وشكرا من اعماق اعماق قلبي لاخواتي وحبايبي واعز صحاب واعز اخوات على سؤالهم عليا. بجد ربنا ما يحرمني منكم ابدا ويديمكم نعمة في حياتي يا احلى نعمة. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتيرة، مع السلامة.